بمدينة علي بقسنطينة افتتحت السيدة صباح أول محل لإعداد الحلويات والوجبات الخالية من الجلوتين. ورغم أن إمكاناتها جد محدودة، أبت صباح إلا أن تخدم فئة كبيرة من مرضى السيلياك وتحول فكرتها إلى واقع. حققنا جزء من الحلم والطموح اللي كان يعني راودني من سنين طويلة أني نفتح محل بدون جلوتين لفائدة مرضى السيلياك وفائدة مرضى حساسية القمح. هذا المحل موجه الأول من نوعه في قسنطينة. نجهز مخبوزات، حلويات، مملحات لمرضى السيلياك وحتى منتجات ومواد غذائية لمرضى السيلياك. صباح ولكونها سيلياكية أيضا لم تكتفي بتلبية احتياجاتها الشخصية فحسب، بل أرادت أن تكون جزءا من الحل لمشكلة تعاني منها شريحة كبيرة، والمرضى بدورهم استحسنوا هذه المبادرة. الحمد لله احنا اليوم جينا من خارج ولاية قسنطينة، جينا من ولاية سطيف. المحل أمجد بدون غلوتين اللي هو فيه جميع المنتوجات بدون غلوتين من فرينة وسميد وعجائن وكل ما يتطلبه المطبخ السيلياكي باش الفرد السيلياكي يعني يقدر يوجد الاكل تاعو الخالي من الغلوتين. الحمد لله يا ربي اللي رانا جينا اليوم. كاينه مبادره ان شاء الله من ام امجد ان شاء الله اللي فتحت لنا هذا المحل هذا، وان شاء الله فيه كل المواد بدون غلوتين. والحمد لله رانا دوك وين عدنا راح نعودوا نقدروا ناكلوا ونقدروا نعرفوا شو هو الماكله اللي قاعدين ياكلوا فيها اي انسان عادي. كنت متوقعه راح يكون اقبال كبير، ولكن ليست بهذه يعني الفعاليه. يعني ما شاء الله الماده الاساسيه يعني في المائده الجزائريه هي الخبز. راح بربي ان شاء الله باذن الله راح نوفر الخبز بشكل يومي، المخبوزات والحلويات، وباذن الله طموح انه تتوزع المنتوجات إن شاء الله في كامل ربوع الوطن. محل وإن كان تجاريا في ظاهره، إلا أنه يعد وسيلة تمكن صباح من نشر الوعي حول هذا المرض